مساء الفل عليكم. في مباراة مملة من كل الأطراف بعد ما كانت النتيجة متجهة لحصول الزمالك بكل جدارة على لقب الحصالة للمرة الثالثة على التوالي، قدر ناصر منسي يجيب الجون الرابع في الدقيقة الأخيرة ليفوز الزمالك 4-3 على المريخ السوداني ويفرط في لقب الحصالة. بكل أسف الواحد بيتفرج على مباراة الزمالك النهاردة بلا أي شيء، بلا أي روح، بلا أي شيء ممكن يفرحك أو يحسسك إن الزمالك بيلعب، بعد ما اللعيبة فقدت النخوة، فقدت الرجولة، فقدت الانتماء، فقدت كل شيء يمس بكرامة أي بني آدم محترم، وحطونا في موقف بايخ من الجولة الخامسة وخرجنا من دور المجموعات كالعادة الثلاث سنين اللي فاتوا بكل جدارة واستحقاق في المركز الثالث أو المركز الرابع. يمكن الحسنة الوحيدة إن احنا جبنا الجول الرابع في الآخر. من مين؟ من ناصر منسي. ناصر منسي اللي أول مرة يلعب مباراة النهاردة قدر يجيب 3 أجوان. يبقى لما احنا قلنا وصرخنا واتكلمنا وقلنا ان المدعو فريرة لعنة الله على اليوم اللي شفناه فيه والبطولتين الدوري اللي طفحونا وكرهنا فيهم، لو كان ناصر منسي ده موجود من زمان، لو كان في إدارة محترمة حاربت على لعيبة رجولة عايزة بتحب نادي الزمالك، لعيبة فعلا تستحق التواجد، لو إدارة محترمة شافت مدير فني عندي ومصر على التخاذل ومصر على اللعب بالعند على مصلحة النادي وكانوا نطروه من زمان، ما كانش حالنا بالمستوى الهزيل دوت في المركز الثالث وخرجنا لثالث سنة على التوالي بكل جدارة من دور المجموعات. شيء محزن النهاردة لما الواحد بيتفرج على نادي الزمالك بالمستوى دوت. بدأنا المباراة كويسين جدا، احنا لأول مرة بعد ما لساني لحلح وقلت ان احمد بالحاج لعيب بيلعب صانع لعب، لعيب هو ده مركزه الحقيقي، هو ده اللي المفروض يلعب في المكان دوت، ولأول مرة يلعب في المكان ده يقدر في أول 4-5 دقايق يصنع جونين من أول 4-5 دقايق. برضه العندي فريرة هو كان السبب في القرف اللي حصل لنا دوت، لأن كان بيلعب اللعيبة في غير مراكزها. النهارده شفنا زيزو متلقح في يامة اليمين ما بيتغيرش، شفنا مصطفى شلبي إلى حد ما في الشوط الأولاني كان كويس، شفنا لأول مرة مهاجم في نادي الزمالك حتى لو الماتش بتكون بدون ضغوط، حتى لو الماتش كان تحصيل حاصل، لكن تحس ان عندك مهاجم، تحس ان عندك مهاجم مشاكس طول المباراه بيحاول، طول المباراه عايز يجيب اجوان، بالرغم ان هو جاب جول والتاني لكن بيسعى كان يجيب التالت، وقدر ربنا يكرمه النهارده عشان يخرس كل لسان وافق وكان بيدافع عن فريرة، عن واحد نسى كل شيء، عندي عجوز وخرف وهنا معاه الموسم دوت بعد ما ضيع كل البطولات مننا، ضيع بطولة الدوري، ضيع بطولة افريقيا، ضيع بطولة الكاس، ضيع كل حاجة مننا وضيع الفرقة وخلى الفرقة مسخرة القارة زي ما بيقولوا. لو ما كناش متهزئين في القارة فاحنا متهزئين محليا، حتى لو مش متهزئين في محليا حتى في الدورة بتاعت كاس الرابطة برضو كنا مهزئين وخسرين من الكاس من البنك الاهلي اخر مرة 3-0. شيء محزن واحنا بنتفرج النهارده على الزمالك، لكن الحسنه الوحيده اللي خرجنا بيها النهارده هو ناصر منسي، مهاجم فعلا قوي جدا، مهاجم حابب الاهداف، مهاجم عايز يثبت نفسه، مهاجم يستحق ان يتواجد في نادي الزمالك، بس الاستمراريه على احراز الاهداف الفتره القادمه. احمد بالحاج لعيب محتاج فرصه، لعيب محتاج استمراريه ويلعب في مركزه صانع لعب، ما يترماش تاني في نص الملعب زي ما هم عملوا في الشوط الثاني، هيبقى اساسي جدا. زيزو يفضل يمين، مصطفى شلبي الى حد ما لعيب عايز يثبت نفسه، لعيب الاضواء خطفته، وجوده في نادي كبير زي الزمالك خطفته. اعتقد لو بنسبه كبيره لو استعاد ثقته بتاعته ممكن يبقى كويس جدا، هو ونضاي يفرق جدا في الزمالك الفتره اللي جايه. نيجي على خط الدفاع، الفضيحه حسام عبد المجيد بيقدم مستويات مزريه وفي نفس الوقت بيطفح محمد صبحي الاخطاء اللي هو بيعملها. النهارده جونين منه او 3 من حسام عبد المجيد، الونش ما يتلمش لان الونش للاسف لسه راجع قريب من الاصابه، محتاج فتره كبيره جدا عشان يرجع قوي جدا زي الونش. عبد الله جمعه ونيمار من اسوأ اللعيبه اللي موجوده في الملعب، محدش يثني عليهم، كل الاجوان كلها كانت منهم، لعيبه كانت غير مجديه،
لعيبه ما نعرفش نيمار ده اصلا مركزه ايه، هل هو بيلعب جناح وهل هو بيلعب باك يمين، محدش بقى عارف حاجه. عبد الله جمعه وزن زياده جدا، مش اساسي في نادي الزمالك، اعتقد فتوح هو الاساسي، وبعد كده عبد الشافي لو كان في العمر بقيه، وعبد الشافي ممكن يكون موجود السنه الجايه. نص الملعب هي مشكله نادي الزمالك، الكل جرب، كل جرب، محمد رؤى فشل، دونجا فشل، سيسي فشل، سيف جعفر ده مش مركزه للاسف. نقطه نص الملعب بتاعت نادي الزمالك نقطه مزريه. مش هنتكلم كتير عن المباراه لانها مباراه تسد النفس، مباراه ما حدش يقدر يتكلم عليها، مباراه ما حدش يطلع يطبل ولا يقول اي شيء. هنتكلم في بعض الفروع الفرعيه اللي انا كنت حابب ان انا اتكلم فيها. ما حدث امبارح في نادي الزمالك شيء مهين، شيء يدعو للتشاؤم، شيء يدعو للقرف، شيء يدعو للاشمئزاز، شيء يدعو ان الكل اللي بيدور على مصلحته. لما فرقتك بالمستوى المزري دوت وانت رايح امبارح عامل زفه بلدي، زفه مهينه، وعامل اضواء وعامل انوار وداخل بالطبل والرقص وكده ولكنها حنه ام حنان، وحاجه مقرفه، حاجه تثبت لك ان انت في خرابه ما انتش في نادي، حاجه يثبت لك ان الكل اللي بيدير نادي الزمالك هو قاصد بس للكراسي وللشو وتصرف مصلحه اي حد. لما تبقى فرقه مقبله على المباراه حتى لو كان التحصيل حاصل اسكت، ما تتكلمش، كفايه ضج، كفايه ان احنا الناس هتعرف انها بتحبك، محدش بيحبك ومحدش عايزك، كل اللي بيطبل لك هو بس محتاج منك مصلحه. لكن الجمهور الحقيقي مش بيحبك لانك دخلت نادي الزمالك في مشاكل كبيره جدا وهم وقرف، وكل الناس كانت كرهانه بسببك، كل الناس عايز يوقع نادي الزمالك بسببك. فان دخولك نادي الزمالك امبارح بالمستوى المزري دوت والشو المزري دوت ما يدلش على نادي كبير بحجم اسم نادي الزمالك تبقى دي رئيسه ولا ده اسلوب الناس تعامل معاه. اكتر من كده رؤساء انجح منك 50,000 مره لكن ما بيتكلموش، بيعملوا في صمت. اما الخطيب كان ممكن يعملوا له ايه؟ الخطيب يعملوا له تمثال ويحطوه على اي مداخل القاهره عن كل اللي داخل واللي طالع، يعملوا له تمثال عشان الحاجات اللي هو بيعملها، ولا يستقبلوه في نادي الاهلي يعني اقول لك بايه؟ بالتماثيل وبالاعلام وبالشو ويجيب الصحافه العالميه. ما رئيس ناجح قدر يجيب بطولات قاريه للنادي بتاعه، لكن لا، رئيس ما بيدورش على الشو، رئيس بيدور على مصلحه النادي، رئيس كل مصلحته هو النادي. رئيس لما بيشوف مدير فني بيخطأ ايا كانت انجازاته بيقف معاه ويتكلم ويقول له ليه انت بتعمل ده، ليه وما بتعملش ده ليه، وبيحاسبه. في نفس الوقت بتلاقي ردة فعل قوية جدا من المدير الفني ومن اللعيبة، بعكس إدارة الشو، إدارة المصالح اللي كل تفكيرها كله هنعمل ايه وهنسوي ايه وهنعمل ايه، ومحدش بيدور ومحدش سأل نفسه سؤال مين المسؤول عن الفضايح وتسريب العقود بتاعت لعيبة نادي الزمالك بعد مرور شهور وكل العقود اتسربت، ولحد النهارده اداره نادي الزمالك لا ترى لا تسمع لا تتكلم، وما عندهاش اي كلمه ممكن تقولها ولا بتدافع عن اي شيء. واللي يقول لك انا قافل على الفرقه لا قافل على الفرقه ولا اي شيء بيحصل، الفرقه مخترقه وصلت لحد عقود اللعيبه بعقود فاضحه 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 لكل اللعيبه اللي كانت موجوده في نادي الزمالك واللي انضمت في الفتره الاخيره ديت، كلها عقود فاضحه تكسفك، وفي الاخر المحصله صفر، وفي الاخر الرئيس ولا فارق معاه ولا كأنه خارج اكنه بطل قومي ما يعرفش ان هو كان محبوس عشان اتعود على الشتيمه، ولاول مره حد يوقفه عن حده ويوقفه ويسجنه ويستاهل ان هو كان يتسجن. محدش يزعل مني لكن الحق حق، لكن هي دي الحقيقه. وطالع بكل فجر يقول لك انا دخلت اسد وخرجت اسد، انا مش اللي حبست الخطيب، انا كلام كله باسخ، ولا انه الايام بتتعلمه ولا اي شيء بيتعلمه، وبس اللي بيدفع الثمن هو جمهور نادي الزمالك. وخلقت انت بدورك باسلوبك بطريقتك لعبتك بنفس الهوجاء ونفس قله المستوى ونفس كل شيء، بدليل حلقه النهارده بتاعت رامز جلال مع امام عاشور لاعب الزمالك السابق هان نادي الزمالك قمه الاهانه. لا افتكر جمهور الزمالك ولا عمل اي شيء لجمهور الزمالك ولا قال كلمه حلوه على جمهور الزمالك ولا هيقدروا له كلمه على جمهور الزمالك. ليه؟ لان في النادي الاهلي بيتربوا على الانتماء، في نادي الزمالك بيتربوا على العلويه، على الشو، على المناظر، على كل شيء. ومحدش يرجع يقول لي كهلاوي انت متضايق عشان انا اسف يا كابتن بيبو، انا اسف يا كابتن وليد سليمان، انا اسف يا مش عارف مين،
انا كهربا كنت ممكن اديله الفلوس وده اخويا. انا مش بتكلم على كل الكلام ده ولا عندي نفسنا. انا قلت ان اللقطه اللي عملها امام عاشور مع وليد سليمان كانت خطا في خطا في خطا، ومن حقه انه يعتذر، لكن مش بالاسلوب دوت، مش بالطريقه ديت. انت لو جبت واحد زملكاوي فعلا عمره يقول حاجه زي كده، ولو جبت واحد اهلاوي يطلع يقول يعتذر لاي حد من لعيبه نادي الزمالك مش هيعتذر، وهيهرب من السؤال بطريقه مش بالطريقه ديت اللي انت عملتها. على الاقل اطلع اعتذر لكل الناس، اعتذر براحتك، لكن جاي تعتذر لكهربا، جاي تقول كهربا تقف جنبه، على الاقل انت ما اتعلمتش انك ترد الدبلوماسي. كهربا اللي هرب وساب الزمالك، وكان بدايه الازمات موجوده في نادي الزمالك، وعارفين انه كله هرب، وكان عقده سليم بعيد عن اي كلام بيتقال، عقده كان سليم. الله يرحم طارق حامد كان راجل، الونش كان راجل، اللعيبه كلها كانت رجاله. على الاقل انت بتمثل جمهور نادي الزمالك، وعارف جمهور الزمالك قد ايه هو كان محروق من موقف كهربا، وعارف ان كهربا هان الزمالك، وعارف ان كهربا في الماتش الاخير ده جاء غنى مع الجمهور وهان نادي الزمالك، واللجنه لحد النهارده ما وقفتوش ولا هتكلم في الامور دي ولا اي شيء. لكن انت النهارده بتتكلم باسم جماهير نادي الزمالك، على الاقل احفظ ماء جماهير نادي الزمالك. لكن ده مش جديد وده مش غريب، لانك اتربيت في نادي الرئيس بتاعه فاشل، الرئيس بتاعته بيدور على الشو، الرئيس بتاعته مش بيفرق معاه اي شيء غير كل شو، غير كل شيء. ده اللي يخليني اقول اتكلم يا بخت كل اهلاوي بادارته، يا بخت كل اهلاوي بلاعيبته، يا بختيهم بلعبتهم وادارتهم وانتباههم وكيانهم، يا بختيهم فعلا بدون اي شيء، لان لعبتهم وادارتهم وكل شيء بينتموا لحاجه اسمها الكيان، اللي بيجي على الكيان اكنه جاء على نفسهم، هم بيدافعوا عنه بكل قوه وبكل حياه وبكل ما اوتي من قوه زي ما بيقولوا. وهو ده الفرق، ان من نادي بيطبل له ناس، نادي بيجي بس للشو، نادي لعيبته بتيجي بس عشان خاطر الفلوس، نادي بتيجي لعيبته عشان ينضفوا بعد ما كان في بلاد سيئه جدا وبيلعبوا في انديه مغموره، بقى بيلعبوا في نادي كبير اسمه نادي الزمالك، اسم على الورق لكن على الحقيقه مفيش اسم كبير بيحصل فيه كميه الاهانات اللي بيحصل فيه دي كده، كميه رئيس نادي بيتعامل بالاسلوب ده من عليه مع اللعيبه، كميه رئيس نادي بيجيب اللعيبه بس مش عشان مصلحه الفرقه، لا عشان الشو، بدل ما تدور على انك تكيد الخطيب الناجح اداريا والناجح في كل شيء بشهاده الكل، بشهاده زملكاوي قبل ما يكون اهلاوي. روح دور على مصلحه فرقتك، روح قوي فرقتك، روح هات فرقه قويه تقدر تجابه الفرقه اللي بيجيبها الخطيب، وروح خد منه كل البطولات، وروح اتفوق عليه في كل شيء، وروح اكسبه في الماتشات عشان تحس انت فعلا تفوقت عليه حقيقيا، تفوقت عليه كرويا، لكن تفوقت عليه باللسان. مفيش اسهل من اي حد ممكن يشتم. الزمالك فاز ونقفل الصفحه الكئيبه ديت، وهنبدا صفحه جديده الفتره اللي جايه، مدير فني جديد ممكن يعلنوا عنه النهارده، والله اعلم اذا كان هيعلنوا او مش هيعلنوا، وبعد كده نبدا نستعد للموسم الجاي والبطوله العربيه اللي اعتقد هي اقرب بطوله تصالح جماهير نادي الزمالك. بطوله لسه في شهر 7، انت في شهر 4، عندك 3 شهور تقدر تبني الفرقه، تقدر تمشي اللعيبه اللي هي موجوده وانت اخطات ان انت جبتها، او اللعيبه اللي لسه متواجده في النادي وانت ما مشيتهاش لحد دلوقتي. اتمنى ان يحصل فوقان ويجي مدير فني قوي بجهاز فني جديد كله، ما نشوفش اي اسامي من اللي موجودين دول بيدرب نادي الزمالك، ويقدروا من الفتره الجايه يعملوا تصفيه للفريق، يقدروا يبنوا فرقه لمده 3 شهور يبقى عندهم انجازين. اول انجاز ان ينافسوا على المركز الثاني ويلعبوا السنه الجايه في دوري ابطال افريقيا، وده اقل شيء يصالحوا بيه جمهور نادي الزمالك، دي حاجه. تاني حاجه يستعدوا بقوه ان هم يشرفوا نادي الزمالك ويشرفوا اسم نادي الزمالك ويرفعوا اسمه، ولاول مره يشرفوا مصر ويلعبوا باسمها بكل قوه في البطوله العربيه. مش بقول لك اكسبها، لكن اجمد ونافس ووصل لحد الادوار النهائيه، ومين عالم ممكن بالاراده، ممكن بعد دعم بلعيبه قويه، ممكن بعد مدير فني قوي نلاقي نفسنا بطل بطوله عربيه على اقوى فرق اللي موجوده في العرب، والله اعلم. سلام عليكم.